ومن مخاطر مرض السكري إلى العراق، البصرة ونهرها المعروف بشط العرب اقتسما منذ مطلع الثمانينات مآسي الحروب وويلاتها، الأمر الذي فرق بينهما طويلا. وبعد عودة الأمن إلى البصرة عادت إلى شاطئها مظاهر افتقدتها منذ زمن بعيد. شط العرب مرسى القلوب المتعبة وغوارق الحروب والأزمات، 5 أعوام خلت وهذا الشط وحيدا بلا سمار ولا زوار. أهالي البصرة استأنفوا علاقتهم القديمة مع شطهم الخالد بعد أن استعادت مدينتهم ربع وجهها حتى الآن. السباحة الشاطئية برع فيها البصريون في المحافل الدولية، وبشكلها الجماعي هذا وجد اتحاد السباحة العراقي الوضع الأمني مناسبا لإقامة بطولة المنطقة الجنوبية في مياه شط العرب. جينا نعد البصرة من جديد على ما كانت، وهنا نوار الناس على بطولة شط العرب. شوارع البصرة ولأول مرة منذ عقود تشهد انطلاق أول ماراثون بمشاركة 150 رياضيا. هذه المسابقة نظمها اتحاد الساحة والميدان فرع البصرة ومنظمات المجتمع المدني. وبما أن الأمن لم يصل إلى مستوى الطموح، فإن الهمر والعسكر رافقت المتسابقين خوفا من رصاصة هنا أو عبوة هناك. أول ماراثون جاي نركض بالبصرة، ومن أجل السلام جاي نركض، وإحنا فرحانين كل الأمان في البصرة. برا ونهرا تشهد البصرة حركة رياضية واسعة. هذه الحركة تمثل عودا أحمدا لنشاطات حرم منها البصريون. هذا العود يروي قصة مدينة استعادت أمنها المفقود. علي خلف، العربية، البصرة.